عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. النهارده بقى فيديو جديد. اول حاجه مننساش نصلي على النبي ونحط اللايك، وتعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل اكل ايه. هنا معايا كوسه، زي ما انتم شايفين كده ماما هتبدا تقطعها اللي هو طرنشات كده على طول. ولو صغننها تقطعيها مدورات، تقطعيها زي ما انت عايزه تقطعيها وزي ما بتحبي. بس اصلا ماما بتحبها تقطعها مدورات، يعني اللي هي ايه، اي مدوره كده. بس هي الكوسه كانت في منها كبيره شويه، هو عملتها كلها كده طرنشات، وكان في كام واحدة كده عملت لها ايه زي ما انتوا شفتوا كده. المهم، زي ما بتحبي تقطعي الكوسة قطعيها زي ما قلنا. النهاردة هنعمل الكوسة بطريقة جميلة جدا، وسهلة وسريعة وطعمها حلو قوي. وطبعا الكوسة مفيدة جدا وفيها فيتامينات حلوة كتيرة، فيا ريت نأكلها بقى لأولادكم، يعني اللي هو احنا وكده ماما بتأكلها لأولادنا ان هو احنا. المهم، جبنا الكوسة. أول حاجة الكوسة بتنقعها بس شوية عشان طبعا بتكون فيها طينة وحاجات زي كده. أنا نقعتها حوالي ربع ساعة، وبعدين جيت هنا حطيتها في مصفى، وبدأت إن أنا أغسلها كويس قوي بقى زي ما انتوا شايفين كده تحت المية. غسلتها كويس، يعني زي ما انتوا شايفين كده المية بقت نازلة بيضة وصافية وما فيهاش أي حاجة. وبعدين شطفت الطبق زي ما انتوا شفتوا، وبعدين هبدأ بقى احطها كده تتصفى زي ما انتم شايفين. وهنا كان معايا فراخ كنت نقعاها في ملح وليمون، وطبعا منضفاها كويس جدا. ومعانا بقى هنا المية غليت، وهتبدأ ماما تحط ايه. هنا كان معايا وراك، لان احنا كلنا بنحب الوراك مش بنحب الصدور كتير يعني. فهنا قلنا بدل ما نجيب فراخ وكده فجبنا وراك، ونسيبها بقى ايه تغلي. ولو طلعت ريم او اي حاجة بتشيليها. وهنا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كانت معايا ماما جابت كده معلقة سمنة في الحلة، وبعدين هنا كان معانا دهن في الفريزر جابته قطعته مكعبات وحطيته مع السمنة تشوح كده شوية مع السمنة. وبعدين هتجيبي بصلاية كبيرة او بصلتين وسط، هتبدأي تحطيهم مع السمنة وتحمريهم كده، بس مش هنديلهم لون، هو يدوب بس البصل يدبل. وبعدين هتجيبي بقى فصين توم كده حلوين، هتقطعيهم كده مكعبات، هيديكي بقى ريحة جميلة جدا جدا، لان التوم لما بيكون فريش كده مع البصلة بيكون ريحته حلوة قوي. معلقتين صلصة بقى مع البصلة، وتبدأي تقلبي كده الصلصة مع البصل كويس جدا. وبعدين هنا بصوا بقى الفراخ كانت يعني بسم الله ما شاء الله ما طلعتش اي ريم عشان مغسولة كويس جدا. معايا بقى شفشق من الطماطم، طبعا بتعملي الكمية اللي انت عايزاها حطيناها. هتحطي بقى البهارات اللي هي كالعادة بتحطيها في اي تسبيكة يعني. هنا بقى هنبدأ نحط الحاجات بتاعت الشوربة. ماما حطت فصين من التوم، طماطميتين وبصلاية وورق لورا طبعا، وتحطي الحاجات اللي انت بتحبيها في طعم الشوربة. احنا هنحط هنا قرفة، ليمون رومي، هنحط حبهان ومستكة وكبابة صيني، رشة من الفلفل الاسود، وهتحطي الملح لان الفراخ كده كده ما بتاخدش سوا كتير يعني، ما بتقعدش كتير على النار، فهتحطي الملح بتاعك عادي. وهنا رشة من الفلفل الاسود ومكعب من المرقة. هتطلعي بقى شوربة جميلة جدا جدا وطعمها حلو وريحتها حلوة. هنشوفها دلوقتي مع بعض بعد لما الشوربة تغلي والفراخ تستوي. هنشوف الفراخ مع بعض ماشي. زي ما انتم شايفين كده تستوي بقى على نار هادية، هتطلع معاكي فراخ طعمها حلو قوي. هتجيبي هنا بقى التسبيكة من نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الفلفل الاسود، هتحطي رشة من الكزبرة، رشة من السبع بهارات. ماما كمان حطت رشة من الورق اللورا. وهنا معانا حمص طبيخ، ماما كانت غسلاه وحطاه في طبق نقعاه حوالي 10 دقايق، حطيناها في التسبيكة وهتسيبيها بقى تتسبك براحتها على نار هادية. هنا معانا يا جماعة بصوا ماما بتفرز الملوخية حلوة قوي قوي، زي ما انتم شايفين احنا لسه مطلعينها من الفريزر، وان شاء الله هبقى انزل لكم الوصفه هتعجبكم جدا جدا. هنا بقى هتجيبي الكوسه، التسبيكه كانت اتسبكت يعني، هجيبي الكوسه تحطيها. وماما كده حطت كام فص توم سلام، احنا بنحب نحطهم سلام، انت عايزه تقطعيهم قطعيهم، لكن هما بيكونوا سلام حلو جدا. وهحط كمان قرن فلفل، هتظبط بس الملح، شويه ميه سخنين، وهتبداي تقلبي الكوسه بتاعتك وتخليها بقى تستوي على نار هاديه، يطلع معاكي شويه كوسه يعني سكر كده طعمها حلو قوي. هنا بصوا الشوربة كانت جميلة جدا وصافية وطعمها حلو وريحتها حلوة. الكوسة
الكوسة كانت خلاص استوت، بدأت بقى إن أنا أعمل شوية رز بشعرية، طبعًا عملته معاكم كذا مرّة، حمّرت الشعرية مع مكعب من المرقة مع ورق اللورا، وحطيت الرز وشوحته كويس جدًا، هتضبّطي الملح وهتضبّطي المَيّة، وبعدين تسيبيه يستوي على نار هادية. هنا بقى الشوربة بُصّوا شايفين شكل الشوربة وجمالها، كانت جميلة أوي، أوي. بدأنا إن إحنا طلّعنا الفراخ من الشوربة، وبعدين حطينا بقى الملوخية مع نُص معلقة من التوم، وطبعًا إحنا مضبّطين الشوربة دي بالملح بكل حاجة. كنا سيبناها هي فكِّت وخضرا وزي الفل، وهنا كنت كمان باحمّر الفراخ بتاعتي. بُصّوا الملوخية جميلة أوي وخضرا أكنِّك لسه عاملاها فريش حالًا يعني. وهنا جبنا كمان طاسة كده صغيرة مع معلقة سمنة، وهتحطي معلقة توم فريش كده عشان تعملي الطشة بتاعتِك تكون كل حاجة فريش كده وحلوة. اللهم صل على النبي. جربوا الكوسة بالحمص بتكون طعمها حلو جدًا، ولو عندِك كمان بقى لحمة وكده بعد ما تسلقي اللحمة هتحطيها مع الكوسة هتديكِ طعم حلو برضه أوي يعني. المهم هنا بقى معلقة كزبرة مع التوم عشان نطش الملوخية. هنا كانت ماما خلاص قلبتها تقليبة الملوخية، وبدأت إن هي تطفي عليها عشان تطشي الطشة بتاعتِك القمر بقى بتاعة الملوخية دي. هتبدئي بقى تطشي كده الطشة، كانت ريحتها طبعًا قالبة الدنيا وطعمها كان حلو أوي. وزي ما انتم شايفين الملوخية خضرا وليها قوام حلو أوي، ولا تقيلة ولا خفيفة، وطبعًا ده بتضبطيه بالشوربة بتاعتِك وحسب الكمية بتاعة الملوخية يعني. المهم بُصّوا بقى الكوسة كانت جميلة أوي بسم الله ما شاء الله بالحمص، كان طعمها يهبل، كانت حلوة أوي بسم الله ما شاء الله. وحمّرت كمان الفراخ زي ما انتم شايفين مدياها اللون الجولد الدهبي ده الجميل، مع طبق سلطة بقى ورز بشعرية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وقولوا لي رأيكم في الأكل عامل إزاي. بُصّوا الكوسة كانت حلوة أوي، وسِبنا هنا وركين كمان مسلوقين للي حابب يعني. بإذن الله الفيديو يعجبكم، وجربوا الطريقة واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.